بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. أهلا بيكم في قناة مطبخ أم عدي. النهاردة معانا فيديو جديد إن شاء الله هنقدمه مع بعض. أتمنى اللي لسه أول مرة بيشوفنا يشترك في القناة ويفعل زر الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. وتعالوا كده نشوفوا الوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها. أنا النهاردة عملت غدا سهل وبسيط جدا. حبيت أشارك معاكم الوصفة بتاعتي النهاردة وأعملها معاكم كده في فيديو. تعالوا كده نخش نشوف مكوناتنا ومقاديرنا وعملنا الأكل بتاعنا ده ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين ده رز بشعرية ودي صينية بطاطس بالصدق. طبعا هتقولوا يعني ايه صدق؟ الصدق اللي هو السجق، بس احنا في اسكندرية بنقول على السجق صدق. طبعا الناس بتاعة القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى بيقولوا على الصدق سجق، لكن الإسكندرانية بيقولوا عليه صدق. اعملوا لايك للفيديو واعملوا شير واعملوا اشتراك ونوروني كده وفرحوني في القناة علشان بإذن الله القناة بتاعتنا تكبر. وتعالوا كده نخش نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي مع بعض. وبإذن الله كده يا رب يكون الفيديو حلو وبسيط على قلوبكم. معايا بقى كده أول حاجة بطاطس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بطاطس هي هقشرها وارجع لكم تاني. وهنا كنت قشرت البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين وهخرطها بقى ايه حلقات كده. تكون السمك بتاعها وسط، ما تكونش تخينة وما تكونش رفيعة، يعني ما تكونش سميكة قوي وما تكونش رقيقة قوي، لازم تكون وسط علشان لو عملتيها رقيقة هتتهري منِّك في السِوَى، ولو عملتيها سميكة هتاخد منِّك وقت في السِوَى، فخلّينا كده إيه في السُمك بتاعها يكون وسط، زي ما أنتم شايفين كده. هاغسلها طبعًا وأحط عليها مَيّة وأركنها، وأجيب بصل بقى كده زي ما أنتم شايفين ونقطّعه جوليان زي ما أنتم شُفتوا طبعًا قطّعت البصل. بُصّوا الفيديو سريع معاكم إزاي، كل حاجة كده سهلة وبسيطة وجاهزة معانا. آدي البصل بتاعي اللي متقطّع جوليان أو حلقات زي ما تقطّعيه، تمام كده. هانزل بيه كده في صينية، جِبت الصينية بتاعتي أهي. وهاحط بقى إيه حبّة بهارات كده. هتستخدمي إيه؟ هاقول لكم بقى، أنا واحدة من الناس مش باحب بهارات كتيرة في الأكل علشان مش باحب طعم الأكل بتاعي البهارات هي أحس إن أنا باكل بهارات، أنا عايزة أحس بطعم الأكل بتاعي يكون طبيعي. حطيت حبة فلفل أسمر وحبة كزبرة ناشفة وهاحط حبة ملح، بس كده مش هاحط حاجات تانية. ادي الملح اهو. وابتدي كده افرك البصل كده بايديا مع التوابل اللي انا حطيتها اللي هي الكزبره الناشفه والفلفل الاسمر وحبه الملح. ندعك كده البصل بتاعنا كده ونفركه كده في قلب الصينيه وننزل بالبطاطس بتاعتنا بعد ما احنا غاسلينها ومصفينها من الميه. ونبتدي بقى كده نقلب البطاطس برضو مع البصل والبهارات. شايفين بقى كده اديني ايه قلت هنزل كده مره واحده بالبطاطس بتاعتي في قلب الصينيه. وبإيديا كده بقى إيه هافضل أقلِّب كده في البطاطس بتاعتي مع البصل، واخلّي برضه البطاطس بتاعتي تتشرّب من البهارات اللي أنا حاطاها مع البصل. شايفين بقى كده الجمال والحلاوة دي؟ أكلة سهلة وبسيطة، وكل يوم كده إن شاء الله نحاول نعمل وصفة مع بعض علشان نشارك بعضينا الغدا بتاعنا. طبعًا يا جماعة أنا الناس اللي ما تعرفش تطبخ باحاول أشارك معاكم الوصفة اللي أنا عملتها. الناس اللي بتعرف طبعًا في ناس كتيرة ما شاء الله عليكم بتعرفوا تعملوا كل حاجة. طبعًا أنا باقول الكلام دوّة لأي بنوتة مُقبلة على الجواز أو البنات اللي بتخاف تقف في المطبخ أو مش بتحب المطبخ ومش بتحب عمايل الأكل. عمايل الأكل سهلة وبسيطة، ما تحاوليش تكبّري الموضوع أو إن أنتِ تصعّبي على نفسِك الأمور. بكل بساطة كده هنعمل إن شاء الله كده كل حاجة وهنتشجّع مع بعض ونشارك مع بعض كده وكل واحد يعمل بطريقته. أنا باشارك معاكم الطريقة بتاعتي في صينية البطاطس الجميلة دي. معايا كده نُص كيلو من الصدوق جايباه من عند الجزار طبعًا. هابتدي كده أقطّعه. عايزة تقطّعيه قطع صغيّرة، عايزة تعمليه بحاله كده الصُباع كامل. أنا هاقسّم الصُباع على 2، يعني قاطعة الصُباع على 2 كده نُصّين عاملاه زي ما أنتم شايفين. وحطيت طبعًا الصدوق على صينية البطاطس بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، وابتدي برضه أقلِّب الصدوق بتاعي كده مع البطاطس والبصل. وهيكون معايا طبعًا عصير طماطم ضارباه كده أو عصراه في الخلاط كده، تمام، فارمة الطماطم في الخلاط وعاملاها كده عصير. هاحط كده بقى إيه عصير الطماطم بتاعي زي ما أنتم شايفين كده. تنزلي بعصير الطماطم تخلّيها إيه طماطم بيور، عايزة تحطي معاها معلقة صلصة عشان تحمّري الطماطم بتاعتِك، برضه إيه ممكن تاخدي معلقة صلصة كده تحطيها. وحبة زيت كده من على الوش، عايزة تستخدمي سمنة استخدمي، بس أنا باحب الزيت بيبقى كده في صينية البطاطس بيخلّيها خفيفة.
وعلى البوتاجاز كده أروح أولّع بقى النار وأحط كده بقى صينية البطاطس بتاعتي على النار على العين كده من فوق وأغطّيها وأسيبها كده تستوى 3/4 سِوَى، 3/4 سِوَى، تمام كده، هنسويها على النار 3/4 سِوَى، وبعد كده طبعًا هندخّلها الفرن. هاسيبها بقى كده براحتها وأولّع بقى عين تانية علشان نعمل مع بعض الرز بالشعرية، كلنا بنعرف نعمل صينية البطاطس وكلنا ستات بيوت شاطرين وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة، بس على رأي المثل كل شيخ وله طريقة، كل واحد وليه طريقة، هل بقى في ناس بتعمل بطريقتي، في ناس بتختلف معايا في الطريقة، في ناس ما بتعملش أصلًا بطاطس بالصدق، برضه تعرفوا إن البطاطس بتتعمل بالصدق زي ما بتتعمل بالفراخ واللحمة، وكمان ممكن نعملها بالكفتة. المهم لازم كده ندبّر يومنا ونعدّي يومنا كده زي ما أنتم عارفين المعيشة غالية، ولازم كده بأبسط الحاجات نقدر نعمل كده أكل لأولادنا. زي ما أنتم شايفين كده حطيت معلقة سمنة كبيرة في الحلة بتاعتي، وأول ما السمنة بتاعتي ساحت نزلت كده بحبة شعرية، وطبعًا الشعرية أهم حاجة طول ما الشعرية على النار لازم كده تفضلي تقلّبيها بإيديكِ علشان كده ما تتحرقش منِّك أو حتّة تعمل لون وحتّة ما تعملش. هنا طبعًا كنت بابُص على البطاطس بتاعتي زي ما أنتم شايفين هي لسه كده دخلت في السِوَى يعني، زي ما أنتم شايفين كده بقى باقلِّب، طبعًا الشعرية كل واحد زي ما بيحب، في ناس بتحبها فاتحة، في ناس بتحبها غامقة، بس مش معنى إن أنتِ تغمّقيها فأنتِ تحرقيها. أنا باحب اللون بتاعها يكون لون بيج غامق، يعني قرّب يخش على البني بس فاهمين؟ شايفين بقى اللون دوّة، اللون ده كده لسه فاتح مش فاتح زي ما أنتم شايفين، كده هي لسه فاتحة، هادّيها كده سِنّة بسيطة كده تغمق عن كده، وبعد كده هانزل بالرز بتاعي. طبعًا أنا وطّيت على البطاطس بتاعتي وسِبتها تكمّل السِوَى بتاعها، زي ما قُلت لكم أنا عاوزاها 3/4 سِوَى. تمام، آدي الرز بتاعي طبعًا أنا منقياه وغاسلاه غسلة حلوة جدًا ومصفياه من المَيّة، وهنا نزلت بقى بالرز بتاعي على الشعرية وابتدي كده أقلّب الرز مع الشعرية كويس جدًا، وهاضيف حبة الملح وأقلّبهم، ومعايا مَيّة مغلية، لازم تحطي مَيّة مغلية علشان الرز بتاعِك يطلع كده منِّك مفلفل وجميل. هنا بقى كنت باجيب الملح ونزلت بالملح أهو، قلّبي بقى كده الرز كده كويس جدًا مع الملح والشعرية، وخلّي الرزاية تتشرّب كده بالسمنة اللي إحنا محمّرينها كده بالشعرية، شايفين بقى الجمال والحلاوة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عايزاكم بقى تدوسوا لايك كده للفيديو وتوصّلوا الفيديو كده أكبر عدد لايكات، وعايزاكم تشيّروا الفيديو كده لأكبر ناس تعرفوها، لقرايبكم واخواتكم واصحابكم وحبايبكم كلّها علشان يعرفوا القناة بتاعتي بإذن الله وقناتي تكبر بحبكم ودعمكم. وادي المَيّة المغلية أهي زي ما أنتم شايفين نزلت بيها كده على الرز أهو كده العقد بتاع الرز بتاعي مضبوط، أهم حاجة تكوني مغطية الرز كده بعُقلة صباع، تختبريها إزاي بقى، توقّفي المعلقة، المعلقة وقفت وما وقعتش يبقى العقد بتاع الرز بتاعِك مضبوط، غطّي كده بقى الحلة وسيبي الرز على النار يغلي غلوتين، وأول ما يغلي تروحي موطّية النار خالص وتسيبيه كده يستوى براحته. وهنا البطاطس بتاعتي كنت بابُص عليها زي ما أنتم شايفين كده كانت وصلت زي ما أنا عايزاها 3/4 سِوَى، وهنا بقى فتحت البوتاجاز والبوتاجاز أصلًا أنا مولعاه كان سخن يعني، دخّلت بقى صينية البطاطس تكمّل السِوَى بتاعها كده، وتعالوا هنا نشوف الرز بتاعنا حلو وجميل إزاي ومفلفل وما شاء الله عليه تحفة. شايفين كده سهلة جدًا وبسيطة ما أخدتش معانا وقت ولا مجهود، ويومنا اتقضّى وعملنا أكلنا واتغدينا زي ما أنتم شايفين كده بطاطس بالصدق ورز بالشعرية، وكان الله بالسر عليم والحمد لله ولقمة ويومنا عدّى. وآدي البطاطس بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن بُصّوا شكلها عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله تهبل يعني طعمها روعة وجنان. وآدي الرز بتاعي أهو جميل، هاغرف بقى الأكل وآجي أورّيه لكم على طول. وأشارك معاكم كده الأكل بتاعنا قد إيه طعمه جميل، قد إيه صينية البطاطس جميلة وحلوة جدًا ودايبة، والرز بتاعي مفلفل وحلو جدًا، شايفين ما شاء الله. كده بقى حبايبي بنكون وصلنا كده لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى كده تشجعوني وتدعموني، وتقفوا كده جنبي لحد ما القناة بإذن الله تقف على رجلها وتكبر. هنا طبعًا كنت بادوق معاكم بقى لازم كده أقول لكم إيه رأيي في الرز والبطاطس، طبعًا حاجة تحفة، تسلم إيديّا بقى. يالّا بقى أسيبكم على خير وأقول لكم أستودعكم الله، وما تنسوش تعملوا لي لايكات كتيرة، كتيرة للفيديو، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك للقناة. أسيبكم على خير وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة، باي باي.